تغير العالم بعد وباء كورونا، فظهرت العديد من المشاكل النفسية في العالم أجمع بسبب التباعد الاجتماعي وتقوقع الناس على أنفسهم. في هذه الحلقة سوف نتعرف على مصطلح الصحة النفسية للمرأة في برنامجكم قوارير مع ضيفتنا لهذا العدد الأستاذة حليمة رمضان، أخصائية واستشارية في العلاقات الأسرية والزوجية. فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا ضيوفنا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير. سوف نتحدث اليوم عن مصطلح مهم جدا ظهر في الآونة الأخيرة بقوة على الواجهة، ألا وهو الصحة النفسية. أستاذة حليمة، ما هو مفهوم الصحة النفسية؟ طيب، بعد ذي بدء أحب أن أبدأ بمسألة المفاهيم كما نتحدث دائما. فمفهوم الصحة النفسية أو الصحة بصفة عامة بالنسبة للمرأة تغيرت هذه المفاهيم عن السابق. سابقا كانت نظرة لصحة المرأة متعلقة بالصحة، غالبا كانت متعلقة بالصحة الإنجابية. يعني عندما نتحدث ونقول أخصائية الصحة المرأة، فكانت نتحدث دائما عن الطبيب أو الأخصائي الذي يهتم بالصحة الإنجابية للمرأة، من حمل، من ولادة، من تنظيم الأسرة، من العقم، من مرحلة انقطاع الطمث. فكانت هذه النظرة المحدودة، دعيني أقول، بالنسبة لصحة المرأة. ولكن وهو ما يسمى بالميديكال موديل اوف هيلث، اللي هو النظرة أو المفهوم الطبي للصحة. أما في الآونة الأخيرة تغيرت هذه النظرة لمفهوم أوسع وأشمل، يدخل فيه جميع المحددات الثقافية والاجتماعية والنفسية طبعا، وكذلك حتى البيئية وتأثير البيئة والصحة على صحة المرأة. فأصبح مفهوم أكثر شمولا وأوسع من مجرد مصطلح هي مرتبط فقط في الإنجاب. فالصحة النفسية، إذا تحدثنا عن مفهوم الصحة النفسية، طبعا أول شيء يأتي إلى التفكير هو ليس الصحة النفسية ليست بمعناها اختفاء المرض أو عدم وجود الاضطراب النفسي، وإنما الصحة النفسية هي أبعد من هذا وأشمل من ذلك. فهي الصحة النفسية للمرأة من الناحية السيكولوجية، من الناحية الجسمانية أولا والفسيولوجية، والصحة السيكولوجية أو النفسية، الصحة الاجتماعية، الصحة أيضا متعلقة بالنواحي كما ذكرت الاقتصادية والبيئية أيضا. جميل. نعم. وما هي التحديات التي تواجه المرأة بالخصوص في حفاظ أو على صحتها النفسية؟ طبعا التحديات كثيرة وواسعة، وكما ذكرتي في المقدمة، من أكبر التحديات في الوقت الذي نعيشه نحن الآن هي هذه الجائحة التي تخطت، يعني سبحان الله، كثير من الأفراد والأسر وأيضا الدول، وأصبح هناك نوع من العزلة ونوع من الابتعاد أو عدم التواصل. طبعا هذه كلها تعتبر من التحديات. وأيضا من التحديات التي تؤثر على صحة المرأة والصحة النفسية طبعا هي مسألة عدم الوعي وعدم الفهم والإدراك. وسنتحدث أيضا عن موضوع التجاهل وموضوع الإخفاء. كل هذه الأمور هي من التحديات التي أثرت كثيرا على الصحة النفسية للمرأة. وما هي أنواع الاضطرابات النفسية التي تواجهها يعني في صحتها النفسية؟ هناك الكثير بالطبع. نعم. ونريد أن نسمع منك. أكيد طبعا هي والله لا أكون مخطئة إن قلت هي بالمئات. طبعا الاضطرابات كثيرة ومتعددة، ولا أريد أن أتخطى الأخصائيين النفسيين أو الأطباء النفسيين في هذا المجال، فلأنه هذا مجال يعني نفسي بحت. ولكن أنا سأحاول أن أتطرق أو ألقي الضوء على بعض الاضطرابات التي تؤثر على العلاقات الأسرية وعلى العلاقات الاجتماعية، وأيضا هي كثيرة. ولكن باختصار شديد، الاضطراب النفسي عادة يكون له وجهين: له وجه جسماني فسيولوجي، وأيضا له وجه اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي كما ذكرنا، يؤثر على الصحة النفسية بالنسبة للمرأة. والأمراض والاضطرابات طبعا كثيرة جدا، منها ما هو وراثي، منها ما هو سلوكي ومعرفي، يعني هناك كثير. ولكن سأحاول أن أتطرق إلى نوع أو نوعين من هذه الاضطرابات التي تقريبا يعني تصيب أو
قد تمر بها المرأة في مرحلة من مراحل حياتها، وهي القلق والاكتئاب أو الكآبة. القلق بأنواعه أيضا له أنواع كثيرة، والاكتئاب، وأحب أن أركز على الاكتئاب لأنه في لب تخصصي ولب مجالي، وهو الاكتئاب ما بعد الولادة، أو الاكتئاب الذي يعني يأتي للمرأة بعد الولادة. ولكن دعيني أتحدث عن أنواع الاكتئاب أو الكآبة كما تسمى أحيانا. طبعا هي أنواع كثيرة، منها الاكتئاب العام الذي تشترك فيه المرأة مع الرجل، وهذا طبعا عادة يكون له مسبباته كفقدان مثلا شخص عزيز، كحادث حصل، كانتقال، هجرة، حروب، مشاكل. هذه كلها قد تسبب للإنسان المشاعر الحزن ومشاعر الكآبة. وهناك نوع من الاكتئاب أو الكآبة الذي لا يخص إلا المرأة، وهذا أيضا يختلف ويتعلق بالفسيولوجية المرأة، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية بالنسبة للمرأة. أولها وأكثرها شيوعا طبعا وهو ما نسميه بالPMS أو البريمنسترال سيندروم، أو متلازمة ما قبل الحيض. عادة ترى المرأة عادة قبل الدورة الشهرية تجديها متقلبة المزاج، قد انفعالية، حزينة، منزعجة. هذه أمور طبيعية طبعا جدا تحدث لكثير من النساء، وفي كثير من الدراسات أنها قد تصل إلى 70% من النساء. وهناك نوع آخر متعلق بالحمل وبالولادة. بالنسبة للحمل وبالولادة هناك دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، ذكرت هذه، أو من نتائج هذه الدراسة تقول أن 10% من نساء العالم، تخيلي 10% من نساء العالم يصبن باكتئاب الحمل. ولكن للأسف الشديد في الدول النامية هذا العدد يرتفع إلى 13% إصابة في النساء العالم، الدول النامية، لا أريد أن أقول العالم العربي إنما الدول النامية. وأما فيما يخص الاكتئاب ما بعد الولادة، نساء العالم 16% من نساء العالم يصبن باكتئاب ما بعد الولادة، وفي الدول النامية أيضا يرتفع هذا العدد إلى 20%. إذا ليس بالعدد القليل وليس بالرقم البسيط. وهذا الاكتئاب أيضا له أنواع، أو له ليست أنواع وإنما درجات. فعادة وهذا يصيب أيضا حسب الدراسات تقول أن ما يقارب من 70% من نساء العالم يصبن بالاكتئاب الخفيف أو ما بعد الولادة، وهو ما يسمى بطيف الاكتئاب أو البيبي بلو يسمى باللغة الإنجليزية، وهو طيف بمعنى أنه بسيط جدا. وهذا كما ذكرت عدد كبير من النساء يصبن بهذا، وهو غالبا ما يحدث بعد في اليوم الثاني أو الثالث من الإنجاب. وهذا أيضا له متعلق بفسيولوجية جسم المرأة، تشعر بنوع غريب من الحزن أو الضيق أو الكآبة. ولكن لحسن الحظ أن هذا لا يستمر أكثر من أسبوع إلى أسبوعين على أقصى حد. ولكن هناك بنسبة حسب الدراسات بنسبة من 20 إلى 25% من هؤلاء النساء قد تستمر معهم هذه الأعراض لأكثر، قد تصل شهرين، وقد تصل من شهرين قد تصل إلى عامين وأكثر. هذا ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة، الذي تكون فيه المرأة أيضا متقلبة المزاج، تبكي وتجهش بالبكاء بدون أسباب يعني فعلية. أحيانا يصل إلى عدم رغبة في الطفل. ففي هذه المرحلة طبعا تحتاج عادة المرأة إلى اللجوء إلى أهل الاختصاص، والأكثر حدة وهو ولله الحمد قليل جدا، ربما تكون امرأة ما بين 1000 وفي بعض الدراسات امرأة ما بين 500 تصاب بهذا النوع من الاكتئاب الحاد، وهو الذهان، مرض اكتئاب الذهاني أو الذهان ما بعد الولادة. وهذا غالبا أو عفوا لابد أن يحتاج إلى نسميه يعني hospitalizations، يعني أنها المرأة لابد أن يعني تكون تحت رعاية صحية، رعاية طبية، حتى لا تكون هناك أضرار على المرأة أو على طفلها. وهل هناك مثلا من النساء من يصبن بهذا الاكتئاب ما بعد الولادة ولا يعرفن أنهم به اكتئاب مثلا حتى يذهبن إلى المعالج؟
أكيد بالتأكيد، وهذا اللي غالبا يحدث مع كثير من النساء، أنها لا تدرك ولا تعي ما الذي يحدث. وحتى بعض النساء يعني في كثير من، لو تقرأي عن هذا المجال، فإن كثير من النساء تظن أنها أصيبت بالجنون، لأنها من الطبيعي أن مسألة إنجاب طفل هي تعتبر مرحلة سعيدة وبهجة في الأسرة، ولكن عندما يكون المشاعر متناقضة تماما وفيها نوع من الحزن ونوع من الضيق، فهذا ما يحدث أحيانا ربكة للمرأة وشعور غريب، وحتى لمن حولها طبعا. ونتحدث كيف تأثيرات هذه الاضطرابات على من هم حول المرأة أو من يعيشون معها. وما هي أثر هذه الضغوطات والاضطرابات على حياة المرأة الاجتماعية، الزوجية والنفسية والأسرية؟ أول هذه الآثار أرى هي التي تكون بسبب عدم الوعي. عندما لا يدرك الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأب يعني ما تمر به المرأة أو ما تشعر به، فهذا يسبب كثير من الإشكاليات وكثير من الصراعات والخلافات داخل الأسرة بسبب عدم الوعي. فأحيانا يظن الزوج أن المرأة أصبحت أو زوجته أصبحت لا تحبه أو لا ترغب فيه، يعتقد أنها لا تريد الاستمرار في الحياة، بأنها بسبب الانعزال الذي تقوم به المرأة. لأنه أحيانا المرأة في هذه المراحل أو في مراحل الاضطرابات بصفة عامة، ليس فقط ما بعد الولادة، تحتاج إلى العزلة، يعني تنعزل بنفسها، لا تريد أن ترى الناس. وهذا طبعا له آثاره السلبية، ليس فقط على علاقتها بزوجها، وأيضا حتى على علاقاتها بصديقاتها، بمعارفها، بأهلها. أيضا يظن البعض أنها تكبرت، أنها تغيرت، أنها تبدلت، ولكن طبعا هذا كله بسبب المعاناة التي تعاني منها المرأة. وأيضا من الآثار السلبية أن أحيانا المرأة في هذه الفترة تكون أكثر انفعالا، تكون عصبية، تكون كثيرة الشجار سواء مع الزوج مع الأبناء، وهذا بطبيعة الحال سينعكس بصورة عكسية على أبنائها وعلى علاقتها بزوجها. والأصعب من كل هذا أن أحيانا من هم حولها يظنون أنها أصيبت بالجنون، لأنه من يظن أن المرأة لا ترغب بطفلها، من يظن أن المرأة ليست سعيدة في هذه المرحلة. كل هذه الأمور تعتبر تحديات وتعتبر آثار سلبية واضحة بالنسبة للمرأة ولمن حولها. نعم، وعدم الوعي وتفهم وتقبل الأسرة لهذه المشاكل النفسية ومساعدتها في تخطي الأمر يزيد الأمر سوءا. أكيد، سبحان الله، تحتاج المرأة إلى من يفهمها ولا من يستمع إليها أكثر من يلومها أو ينتقدها. طبعا من هو أكثر الذي يتقبل مشاكل النفسية في حياته؟ هل هو المرأة أم الرجل؟ والله هذا سؤال يحتاج إلى دراسة. يعني لا نستطيع أن نحكم ونقول مثلا المرأة أقوى من الرجل، تستطيع أن تحتمل أو تتحمل أو تتقبل. أنا في وجهة نظري أولا أن المرأة عادة أكثر يعني أكثر تفهما أو لمشاعرها ولانفعالاتها. وأيضا لا ننسى أن الآن العلم تطور، الوعي زاد، التثقيف الصحي انتشر، وبطبيعة المرأة أنها تبحث وتقرأ بما يتعلق بذاتها وبما يتعلق بصحتها. فأصبح هناك نوع من الوعي والإدراك لدى المرأة بما تمر به، أو على الأقل بعض النساء. أما بالنسبة للرجل وتفكير الرجل ومنطقية الرجل، هذا ما أحيانا يحدث ليست عدم تقبل وإنما الربكة. يعني طبعا ندرك، نحن نعرف أن لكل فعل ردة فعل، أنه إذا رأينا شخص يبكي فنقول أن هناك سبب لهذا البكاء، ولكن للأسف الشديد منطقية الرجل أحيانا لا تستوعب أن المرأة تبكي بدون سبب، وهذا ما تمر به بسبب المرحلة التي تمر بها. لذلك أنا أرى أن الذي يكون أكثر تقبلا هو من يكون أكثر وعيا وإدراكا وفهما وتفهما للواقع، سواء كانت المرأة أو الرجل. فلو كنا أكثر وعيا وإدراكا أعتقد سنكون أكثر تقبلا. شكرا لك أستاذة حليمة، وشكرا أيضا لمتابعينا، ولكن ابقوا معنا، سوف نعود لكم بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم قوارير، في حلقة أيضا جديدة من حلقاتنا. سنتحدث أيضا أو كنا نتحدث عن الصحة النفسية مع الأستاذة حليمة رمضان، أخصائية استشارية في الأسرة والعلاقات الزوجية. مرحبا بك مجددا أستاذة حليمة رمضان. مرحبا بك يا عزيزتي.
أستاذة حليمة، المرأة العاملة هل هي أكثر عرضة للضغوطات النفسية والمشاكل الصحية النفسية؟ والله في الواقع نحن أحيانا أرى أننا المسألة ليست في مسألة خروج المرأة للعمل أو مسألة عمل المرأة، وإنما هي كثرة المهام وتعدد الوظائف الأسرية والخلط بين المهام أحيانا بين الزوجين أصبحت لها تأثيراتها السلبية. فإذا كان هناك نوع من الوضوح في توزيع المهام أو في الاهتمامات، فمن رأيي أن سيكون أقل يعني وطأة على المرأة وعلى الرجل أيضا. فلا ننسى الآن هذه المرأة أو التي أنجبت حديثا ربما قد يكون لها أطفال غير الطفل الحديث، ولديها أيضا مسؤولياتها تجاه الأطفال وتجاه البيت وأيضا تجاه العمل. فإذا كان هناك نوع من التوازن في توزيع المهام، فأعتقد أننا سنتخطى هذه المرحلة بصورة يعني أفضل أو بأقل الأضرار. ولكن للأسف وخاصة في مجتمعاتنا وفي ثقافاتنا اعتدنا على طبعا أن المرأة هي دائما في المقدمة في المنزل، وأن الرجل هو في المقدمة طبعا خارج المنزل. ولكن في فترة الآن بما أنه كلا الزوجين في يعني إذا كانوا الاثنين والمرأة كانت تخرج للعمل، فأعتقد أنها ستحتاج إلى دعم أكثر وإلى دعم أكثر من الرجل حتى تستطيع أن توازن بين ما تمر به من الضغوط النفسية بالإضافة طبعا إلى المهام. فعودة إلى سؤالك عزيزتي، ربما تكون المرأة العاملة أكثر معرضة أكثر في حالة عدم وجود التوازن في المهام. أما إذا كان هناك وجود توازن أو على الأقل تكامل بين الرجل والمرأة في المهام، يعني سواء في الاهتمام بالطفل الجديد أو الاهتمام بالأطفال الآخرين أو مراعاة الأمور اليومية في المنزل، فأعتقد بإذن الله أنها ستمر هذه المرحلة بسلام. الصحة النفسية يعتبر من بين أحد الطابوهات المنتشرة، يعني أنه كان هو طابو علينا ألا نتحدث عنه، وهناك مناطق تجاوزوا هذا الأمر صار في توعية وتحديث عنه. لماذا ما زالت هناك الكثير من المناطق والناس يخافون من الحديث عن الصحة النفسية وهذا العار وكأنه جنون وليس مرض يوجد على أرض الواقع؟ صحيح، والله هذا الشيء المضحك المبكي. يعني أنا عندما أكون مريضة وأداري هذا المرض فيعني يتفاقم يعني بصورة منطقية، ولكن كما ذكرتي هناك تابو، هناك نظرة دونية لأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية، وكأن المرض النفسي يعتبر جنونا أو مس من الشيطان، بالرغم من أنه مرض كأي مرض. يعني للأسف الشديد، وهذه الظاهرة منتشرة ربما أكثر، هي منتشرة عالميا، النظرة الدونية أو الخوف أو من الحديث عن المرض النفسي. ولكن للأسف الشديد في المجتمعات التي تعاني من عدم الوعي أو أو جهل أفرادها، فتكون الوضع يعني أكثر وأصعب، لأنها اعتقدنا داخليا بأن هذا لابد أن يكون يعني داخل الأسرة، لا أحد يعرف أن لدينا مريض نفسي، وأنها وصمة، وأنها لابد أن لا نتحدث عنها. وهذا طبعا ما يفاقم. يعني أنا أذكر ربما يعني منذ فترة يمكن 10 سنوات تقدمت إلى قسم الطب النفسي في إحدى الجامعات تعتبر جامعات الكبيرة في إحدى دول الشرق الأوسط. فعندما سألني المقابل في أي مجال ترى نفسك يعني تحبي أن تقدمي، فذكرت له أنني اهتمامي هو المرأة، صحة المرأة والطفل، واهتمامي باكتئاب ما بعد الولادة، لأنني تعرضت له بصورة يعني قوية، وأنا أعتبر أنني خبيرة ليست تخصصية وإنما أصلا خبيرة، خبرت ذلك الاضطراب وهذا المرض. فذكر لي أعطيك نصيحة أختي العزيزة أن لا تذكري هذا في أثناء المقابلة. والله كانت كصدمة. إذا أصحاب التخصصات ننظر إليها إلى هذا بهذه النظرة، فما بالك
العوام أو الأشخاص الذين ليس لديهم ذلك الوعي. فللأسف الشديد ما زلنا إلى الآن نحاول أن نداري ويعني نغطي على مسألة المرض النفسي، وهو مرض كأي مرض، يعني كأي مرض كالسكري وكارتفاع ضغط الدم. فهذا يحتاج فقط إلى مراعاة وإلى علاج، وسينتهي بإذن الله تعالى، وسيعالج الإنسان ويعود إلى حياته الطبيعية. صحيح. وهل هناك علاج أو دورات علاجية وغيرها من البرامج من أجل معالجة هذه الأمراض والاضطرابات النفسية؟ نعم بالتأكيد هناك المئات من الطرق العلاجية، سواء الجلسات أو العلاجية أو حتى العقاقير والأدوية، طبعا باختلاف حدة المرض. نحن نعرف أن هناك كما ذكرت في المقدمة قد يختلف الاضطراب من الحاد إلى اضطراب خفيف ويتدرج إلى الحاد. فالاضطرابات النفسية بصفة عامة سواء كانت اكتئاب أو قلق أو يعني هذه الأمراض تحتاج فقط أحيانا إلى التعامل مع الفكر ومع السلوك ومع المشاعر. يعني نحتاج إلى أن نتعاون، يعني الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي أو حتى الأخصائي الأسري يتعامل يرشد هذا المريض أو هذه المريضة إلى أن هناك طرق معينة للتفكير هي التي تؤدي بنا أحيانا إلى السلوك الخاطئ أو السلوك الغير مرغوب أو السلوك الغير سوي. فإذا هناك الكثير من العلاجات أو التكنيك أو نسميها الآليات التي نتعامل بها الأخصائي النفسي، يثقف المريضة أو يعلم المريضة كيف تتعامل مع هذا التفكير، سواء إذا كان تفكير سلبي أو تفكير غير سوي. وأيضا التعامل مع المشاعر ومع السلوك، هي ثلاثية المشاعر والسلوك والأفكار. وأيضا هناك يعني طرق كثيرة تستطيع المرأة أن تتحرر من هذا الاضطراب أو تتعالج من هذا الاضطراب عن طريق الإرشاد النفسي أو المتخصصين المرشدين أو الأخصائيين النفسيين أو الأسريين. ولكن إذا ازدادت حدة هذا المرض وازدادت شدة هذا المرض وأصبحت المرأة خطرا على نفسها وخطر على جنينها وطفلها أن تؤذيها أو تؤذي نفسها، في هذه الحالة لابد من التدخل العلاجي بالأدوية والعقاقير. وهو في هذه المرحلة لابد أن ترى أن تعرض نفسها على طبيب نفسي، والطبيب النفسي هو الذي يعني يعالج هذه المرأة ويمشي بنفس الخط مع العلاج الإرشاد أو الجلسات النفسية. فيمكن العلاجين مع بعض، يعني أن يكون هناك العلاج بالعقاقير والأدوية، وهناك الإرشاد والتثقيف والتعليم والعلاج النفسي الكلينيكي أو السريري. فهناك الكثير والكثير من الطرق التي تستطيع بها المرأة أن تتخطى هذه المرحلة. وهناك أيضا كما ذكرت هناك كثير من الدورات ومن ورش العمل التي تعلم المرأة والزوج أو الزوجة، حتى حديثي الزواج أو حديثي الذين يعني ينتظرون قدوم طفل، حتى يستطيعوا أن يواكبوا أي تغيرات قد تحدث أو أنه أي اضطراب قد تواجهه المرأة. أستاذة حليمة، إذا كانت هناك امرأة أو أي فرد من فرد الأسرة لديه مشاكل نفسية، في رأيك أنت هل يجب على هذا الشخص فقط أن يتم العلاج نفسيا وبقية الأفراد الأسرة لا يأخذوا مثلا دورات تثقيفية في الموضوع كيف يتعاملون مع المريض النفسي، أم عليهم بسواسية يعني بالتوازي أن يكون هناك دورات ويكون هناك توعية في هذا الموضوع؟ طبعا الشخص الأساس المشكلة لابد طبعا وهي المرأة لابد أن تثقف وتوعي نفسها، وأن تعرض نفسها أيضا على أصحاب الاختصاص إذا كانت تمر بهذه المرحلة أو بهذا الاضطراب. ولكن أيضا من الأفضل أن يتعلم ويتوعى ويثقف من حولها، لأنها إذا عالجت نفسها ولكن من حولها لم يدركوا أو لا يعرفوا أو يتناقضوا مع ما تمر به المرأة، فبطبيعة الحال ستكون ممكن حتى أن المرحلة العلاجية ستطول أو أن الخلاف سيزداد. فمن الضروري جدا والمنطق أن يثقف من حول المرأة، أيضا أن يتثقفوا ويتعلموا ويتوعوا في هذه النواحي بهذه الأمور بما يتعلق بالصحة النفسية للمرأة.
شكرا لك أستاذة حليمة. في الختام نصيحة لكل امرأة تشاهدنا الآن. والله في الواقع أنا كنت أريد أن أبدأ بكل رجل يشاهدنا الآن. لأننا في الواقع نحن النساء كما ذكرت ثقفنا أنفسنا بما فيه الكفاية، أو على الأقل أغلبنا، ولكن الإشكالية تحدث عندما لا يستطيع الرجل أو الزوج والأب أن يستوعب ما تمر به المرأة. لذلك فالنصيحة الأولى التي أقدمها لكل أب وكل أخ ولكل ابن ولكل زوج أن يحاولوا أن يثقفوا أنفسهم في الناحية، خصوصا الناحية الصحة النفسية للمرأة، لأنها مسألة معقدة، مسألة تحتاج إلى وعي وإدراك أكثر حتى يستطيعوا أن يحلوا هذه الطلاسم التي تمر بها المرأة، لأن في أحيانا تكون كالطلاسم في نظر الرجل. ولكن أيضا نصيحتي للمرأة أن لا تنكفئي على نفسك وأن لا تطلب العلاج، فأنت كمئات من النساء مثلك يعانين من هذه الاضطرابات. لذلك والعلاج والمساعدون والمعالجون متوفرون، ولكن أهم شيء هو أن نطلب، أن نتحدث وأن لا نكتم. يعني أذكر إحدى الحالات كانت تقول أنها ظننت أني سأجن وخفت وخشيت أن أتحدث مع أهلي يعني يشكوا أني أنا أصبت بمس أو بجنون. لذلك لابد أن تتحدثي، وإن خشيت التحدث مع الأهل خشية عليهم فيمكنك التحدث مع الأخصائيين وأهل الاختصاص، وهذه ستساعد على مرور كما ذكرت هذه المرحلة بكل سلام، ودمتم بخير وبصحة وبعافية، وأن يبعد عنا رب العالمين كل الأمراض والاضطرابات بإذنه تعالى. شكرا لك أستاذة حليمة، وشكرا أيضا لمتابعينا ومشاهدينا عبر قناة فضائية السلام. نتمنى لكم صحة نفسية سليمة وسعيدة وراحة أيضا طوال حياتكم. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي وإياكم في العدد القادم بإذن الله. كنتم مع برنامج قوارير نور مهرية. السلام عليكم.